جاي من سيدي طيفور، بلدية سيدي طيفور، ولاية البيض، بلد جرب علي، زائرين بيت الله الحرام إن شاء الله. نطلب ربي الجزائر ربي ينصرها من الحدود للحدود، وينصر أولادها وبلادها وأمنها ورئيسها. الحمد ربي والشكر على النعمة هذه. أنا كنت متمني إن شاء الله نحج أنا ووالديا. أيا كيف نقول لك، هما درتهم في رحبة وأنا وحدي قرعة، وأنا خرجت وحدي وما خرجوا وحدهم، ورانا رايحين في رحبة إن شاء الله. الأمنية تاعي هذه اللي بقات لي في حياتي. ادعوا ربي والله كل شيء بالدعاء. الدعاء إن شاء الله يكون كما نقولوا، تكون متيقن في الله ويكون عندك الدعاء إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. ونهار اللي خرجت القرعة فرحنا، ويحفظ بلادنا وولادنا وكاع العرب والمسلمين وين ما كانوا، والله يفوق فلسطين. وإحنا ضيوف الرحمن وندعو الخير لينا ولبلادنا ولرئيسنا ولحكومتنا، والله يحفظ بلادنا والله يقوي بلادنا، وبلادنا راهي كخير من البلدان. الحمد لله يا ربي، الحمد لله ونشكروه. وكي نروحوا لي ندعو لكم بالخير وندعو لكم بالصحة وندعو لكم بالربح، وبلادنا راهي لاباس بها الحمد لله يا ربي. بهذا نؤدي الركن الخامس في الإسلام، اللي هو في الحقيقة يعني فرض علينا ما توفرت الاستطاعة المالية والبدنية. واليوم رانا هنا نتمنى إن شاء الله نمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. شعور يحس بها الإنسان اللي عنده الذوق تاع الحج ولا تاع مناسك الحج. الحمد لله يا ربي، الحمد كما قال لك، ونشكروا كاع اللي قام يعني في خدمة الحجاج، على رأسهم عمنا تبون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنفيذا للتعليمات وتوجيهات السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية والنقل، قامت مؤسسة سير مصالح مطارة وهران بتوفير جميع الظروف الجد الحسنة لحجاجنا الميامين، وهذا ابتداء من نقطة الوصول إلى المطار إلى غاية الركوب إلى الطائرة، وهذا بالتنسيق المحكم مع جميع الشركاء، خاصة شرطة الحدود والجمارك والخطوط الجوية الجزائرية. أول رحلة بإذن الله سوف تكون اليوم أول ماي 2026 على الساعة 11 ليلا و50 دقيقة مع الخطوط الجوية الجزائرية المتجهة إلى المدينة المنورة. على متن هذه الرحلة 251 حاج. عدد الإجمالي للرحلات 21 رحلة، 16 رحلة مع الخطوط الجوية الجزائرية و5 رحلات مع الخطوط الجوية السعودية. عدد الإجمالي لحجاجنا الميامين 5878 بإذن الله تعالى، التي سوف تكون من مطار وهران الدولي أحمد بن بلة. بصفتي مديرا عاما لمؤسسة سير مصالح مطارات وهران، لي شرف عظيم في خدمة الضيوف الرحمن، وأتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعودة ميمونة إن شاء الله. شكرا.